طيب فين بقى شيكابالا من نادي الزمالك؟ طبعا هتقول لي وانت مالك. يلا يلا، مش هجيب في سيرة خالك، راجل محترم واحنا ملناش علاقة بيه. شرمها. طيب ده سؤال بس من مواطن عن اخوه المواطن، مواطن مصري اللي هو انا، عن اخوه المواطن المصري اللي هو محمود شيكابالا. فين يا جماعة شيكابالا من نادي الزمالك؟ مبروك طبعا لنادي الزمالك النهارده وصوله للمركز الخامس بعد فوزه على طلائع الجيش بهدفين مقابل شيء، مقابل هدف باين او لا شيء، هدف. مبروك وصول للمركز الخامس، طبعا مركز ما يحلمش بيه نادي الزمالك او جمهوره السابق، جمهور بيراميدز الحالي. مبروك لوصوله للمركز الخامس. لكن انا بسأل سؤال جه في بالي كده واحنا بنتفرج على الماتش، يعني بعد ضربة الجزاء على طول اللي بتتحسب لكم كل ماتش، فين محمود شيكابالا؟ فين يا جماعة شيكابالا؟ الحقيقة انا دخلت على جوجل كده وشفت فين شيكابالا، عرفت ان هو مصاب، عنده شد في العضلة من شهر 5، لأ من شهر 6، لأ من شهر أول مش عارف 7، لأ فين يا سيدي؟ فين في 4 جات له إصابة في 4 شد عضلي من شهر 4، واحنا اهو في نص 7. محمود شيكابالا عنده إصابة في شد في العضلة. طبعا ده كلام مش منطقي الحقيقة. طب أنا ليه بتكلم؟ أنا إيه اللي دخلي في أنا أصل أنت هريني، انت هري كهربا عمل، كهربا كحة، كهربا تفة لا مؤاخذة، كهربا نفة لا مؤاخذة، كهربا اصل عامل مشاكل مع كولر، بتناموا وتصحوا على 2، كهربا وامام عاشور. خلينا متفقين يعني انتوا بتناموا او تصحوا على 2 بالظبط، كهربا وامام عاشور. كهربا عمل وامام عاشور سوى، اصل كهربا عايز يمشي، اصل امام عاشور هيمشي وراه، اصل مش عارف فين بقى شيكابالا واختفاء شيكابالا. يعني انا افتكر اخر واقع لشيكابالا مع الحدث الرياضي اللي موجود ان هم جددوا عقد، بعد كده يا معلم ايه؟ اختفى، ولا على الدكه ولا في الملعب ولا حتى في التمرينه. فين شيكابالا؟ يعني انا مثلا اقول لك ان كهربا عنده مشاكل مع كولر ومدرب او المدرب المساعد بتاع كولر بالاخص، عنده مشاكل كمان اسريه كلنا عارفينها بدون ذكر التفاصيل، عنده مشاكل كمان نفسيه بعد رحيل كابتن احمد رفعت، وده كان صديق عمره يعني، او اصحاب يا سيدي، مش هنقول صديق عمره ومش هنقفر يعني. لكن ده محمود عبد المنعم كهربا احنا عارفين هو فين بقى شيكابالا؟ انت اي حد زملكاوي يقدر يقول لي هو فين شيكابالا؟ بيعمل ايه شيكابالا؟ هو لاعب في فرقة كرة القدم في نادي الزمالك، ده اللي احنا نعرفه عن شيكابالا. لكن هو فين من شهر 4؟ هو فين من بعد تجديد عقده؟ طلع مع ابراهيم فايق وقال لك انا لسه هعتزل، مش السنة دي، السنة الجاية. طب من السنة دي للسنة الجاية شيكابالا مش هيكون في الملعب؟ يعني انتوا جبتوا له وظيفة تانية؟ طيب يعني بقى موجود في النادي، اداري في النادي. طيب فين يا جماعة كابتن الفرقة؟ طيب انا سالت عن 2، احمد سيد زيزو وشيكابالا، قالوا لي زيزو في المنتخب الاولمبي. تمام زي الفل. يعني نادي الزمالك نادي مضحي طول عمره عن النادي الاهلي طبعا، اكثر وطنيه واحنا عارفين الكلام ده. انا بسال على شيكابالا عادي، يمكن الراجل لسه مصاب، طب نطمن عليه، طب طمنونا عن حالته في الاصابه، ناقص له قد ايه؟ طيب قول لي ناقص له قد ايه؟ ناقص له الماتش الجاي، الماتش اللي بعديه يلعب، الماتش الجاي يلعب، مش هيلعب الدوري ده خالص، هيلعب الدوري الجاي زي علي معلول مثلا. عنده شد، وبعدين شد ايه ده؟ ده شد ايه يا باشا؟ عامل مشاكل مع مين شيكابالا؟ طيب طب مش عامل مشاكل، كويس، صحته كويسه، طيب مبسوط، زعلان، طيب متضايق؟ عرفونا يا جدعان كابتن فريق نادي الزمالك فين؟ محتاجين نعرف كابتن فرقه نادي الزمالك بجلاله قدرها فين. سألت على 2، احمد سيد زيزو، قالوا لي في المنتخب الاولمبي. قلت لهم تمام. طبعا نادي الزمالك طبعا نادي اكثر وطنيه من النادي الاهلي، وطلع لعيبه زي احمد سيد زيزو، مع ان النادي الاهلي ما طلعش محمد عبد المنعم وامام عاشور. ليه؟ لان النادي الاهلي بينافس، صح؟ اصلا المنتخب الاولمبي ما طلبش ولا امام عاشور ولا محمد عبد المنعم ولا احمد سيد زيزو. ده طلب احمد سيد زيزو كده بعد ما محمد صلاح ما قال لهم مش جاي، ومصطفى محمد قال لهم مش رايح، وراحوا لتريزيجيه قال لهم لا، حمدي فتحي قال لهم معلش تعبان، مش عارف مين قال لهم معلش نايم، راحوا جابوا احمد سيد زيزو بأمارة ان هم جابوا النني مع احمد سيد. ما علينا. فين شيكابالا؟ بتعملوا فيه يعني ايه اللي بيحصل؟ قول لي كده. المفروض طبيب الفرقه ده يطلع بتقرير كل اسبوع يا سيد مره للصحفيين، يا جماعه شيكابالا عنده كذا كذا كذا، ابراهيم نضاي عنده كذا كذا كذا،
علي عنبولة عنده كذا كذا كذا، مش عارف مين الفسخاني عنده كده. فاهمني ازاي؟ قول لي كده مشاكل الفرقة الطبية عندك ايه. انما هو لا، عنده شد عضل من نص 4، من نص 4 لنص 7. عد بقى، ده مفيش شد عضل ما تقوليش يعني. ايا ما يكون العضلة اللي بتيجي في دماغك، فانا مش مسؤول عنها بصراحه. بس لا، حتى لو دي فبرضه ما تاخدش الوقت ده كله. عرفونا فين شيكابالا زي ما احنا ما بنعرفكم في كده فين امام عاشور وفين كهرباء، والكاميرا اللي ما بتسيبش امام عاشور علشان الساده الاعلاميين على قناه مش عارف ايه وعلى قناه ايه وعلى قناه ايه، يطلعوا يقولوا ان الواد، شوفوا الواد بيعمل ايه، شوفوا الواد قليل الادب بيعمل ايه، شوفوا الواد كهرباء بيعمل ايه في مش عارف مين. يلا قولوا لنا فين شيكابالا. انا مستني الاجابه الحقيقه، فين شيكابالا.